السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم أحلى متابعين وأصحاب وأخوات، بحبكم في الله. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض أحلى فراخ مقرمشة بطريقة سهلة قوي وطريقة جديدة. عملناها مع بعض قبل كده بس دي طريقة مختلفة، ألذ وأسهل. زي ما انتوا شايفين جميلة قوي ولونها حلو ومقرمشة وطعمها حلو جدا. هنعملها مع بعض ونشوف عملناها ازاي والمكونات اللي اشتغلنا بيها عبارة عن ايه. قبل ما نبدأ كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد، وانزلوا بقى كده اعملوا لي لايك وفرحوني وادوني كومنتات حلوة محفزة كده. نبدأ كده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرخة بتاعتنا نقطعها كده زي ما انتوا شايفين. بنشيل القطعة بتاعت الأجنحة وبعدين نقطع الجزء اللي تحت اللي هو بتاع الأوراق، وبنقطع كده الدبابيس لوحدها والجزء التاني اللي هو الصفحة ده لوحده كده، وبنشيل الزوايد ونبدأ نقطعها كده بالسكينة كده، بنشققها كده علشان تبدأ التتبيلة تدخل جواها وكمان في التسوية تستوي كويس. نبدأ بقى ناخد الصدر اللي هو الجزء اللي فوق ونقطعه برضو زي ما انتوا شايفين كده. هنشوف بنقطعه ازاي. اهم حاجة واحنا بنقطع الفرخة نحاول ان احنا نقطع من عند المفاصل علشان الفرخة ما تزفرش معانا. زي ما انتوا شايفين كده. الفرخة دي يا جماعة كيلو ونص، يعني بتجيبيها من كيلو ونص الكيلو ل2 كيلو الا ربع، وتقطعيها زي ما انت شايفة كده علشان تتقلي كويس وتستوي كويس. لازم تقطعيها بالعدد القطع ده. قطعناها على 12 قطعة. الجزء اللي ورا قطعناه 4، والجزء اللي هو الصدر بالاكتاف كده قطعناه على 6. تمام، 3 من الجزء ده و3 الجزء التاني. ونبدأ برضو نشقق كل اللحمة بتاعتنا لحد ما نتأكد كده ان هي هتشرب التتبيلة بتاعتها كلها وتبقى طالعة طعمها ممتاز جدا، وكمان في التسوية تبقى مستوية حلوة خالص. دي بقى التوابل اللي الخضار اللي هنتبل بيه، اللي هو بصل وطماطم وفلفل. بصلايه وطماطمايه متوسطين كده وقرن فلفل كده حراق، وهنضربهم في الخلاط او في الكبة زي ما تحبي بشوية مية كده، وننزلهم على الفراخ اللي احنا قطعناها ونتبلهم بقى كده بالتوابل اللي هي عبارة عن معلقة بصل بودر ومعلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة توم بودر، معلقة ملح، معلقة بهارات فراخ، معلقة صغيرة كركم، معلقة من البابريكا، معلقة صغيرة من البابريكا. ننزل بيهم ونحطهم، وكمان في جماعة رشة فلفل اسود انا حطيتها بعد كده. كمان بقى هنحط ايه؟ هنحط خل. هنحط حوالي ربع كوباية من الخل او 4 معالق من الخل كده. تمام. الخل ده بنحط منه ليه ربع كوباية؟ علشان الخل بيساعد في التسوية وبيدوب الأنسجة بتاعة الفراخ. كمان هنحط بيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا بتساعد ان الخلطة كده بتخلي الفرخة تنفش كده وتطري برضو في الأنسجة بتاعتها. وكمان هضيف عصير ليمونتين. تمام، عصير ليمونتين. طبعا عندي عصارة الليمون بس انا بحب بصراحة اعصرها بايدي كده، بحس ان العصارة ما بتنزلش المية بتاعة الليمون كلها، فبايدي كده بيبقى افضل.
هنزل بقى كده عصير الليمون. ابدا بقى اقلب المكونات دي كلها في الفراخ كده، على الفراخ كده، واشرب الفراخ للتتبيله كلها، اتاكد كده انها دخلت جواها. ابدا اركنها بقى لمده 3 ساعات، ويا ريت لو كل ما بتكتر المده بتدخل التتبيله فيها وبتديها تطعيمه احلى واحلى. نبدأ بقى نركنها ونعمل التغليف بقى. بعد ما خرجناها من التلاجة بقى نسيبها في التلاجة ونبدأ نعمل التغليف. كوبايتين من الدقيق وكوباية من البقسماط. والتوابل بقى زي ما احنا شايفين، ملح وبهارات فراخ وكركم، ومعلقة برضو صغيرة من البيكنج باودر. تمام. وهنبدأ نقلبهم بقى ونغلف بيهم قطع الفراخ اللي احنا سيبناها فترة في التتبيلة. اهم حاجة بقى لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. انا عملت معاكم الفراخ دي قبل كده يا جماعة، بس كانت كنت متبلة الفراخ بالعجينة السايلة. المرة دي انا متبلاها بشكل تاني كده بالبصل والطماطم كده، وبصراحة طعمها تحفة جدا برضو. الاتنين كانوا احلى من بعض، بس يعني دي بصراحة التتبيلة دي عجبتني قوي قوي، واعتمدتها بعد كده. بعد كده طبعا انا جايبه ميه ساقعه، بحط الفراخ في الخلطه اللي هي دي، وبعدين انزل في الميه الساقعه وارجع احطها تاني في الخلطه بتاعت الدقيق برضو زي ما انتم شايفين كده. هغلفها كده بالكفر، اعمل عليها كفر كده وارجع انزلها في الميه الساقعه. مية دي ساقعة جدا. بنزل كده نازلة خفيفة كده، واقوم راجعة تاني في الدقيق وبالبقسماط، واغلفها تاني واعمل لها كفر جديد. بيبقى بقى الكفر متماسك اكتر وبيدخل جوه قطعة الفراخ. هنكمل بقى كده على قد الكمية اللي هننزل بيها في الزيت. يعني الرصة اللي هننزلها في الزيت بعملها كلها مرة واحدة، وبعدين انزل على حسب حجم الطاسة بتاعتك 4 قطع 3 قطع، ونعملهم وننزلهم على طول في الزيت ونرجع نعمل غيرهم. اهم حاجة بينزلوا على نار سخنة، زيت سخن، ونبدأ نهدي النار بعد كده لنار متوسطة ونغطيها على ما تستوي، بس تبقى عالية في الاول على ما تاخد الكفر بتاعها. بعد كده بنهدي ونغطي عليها، وبعدين بنعلي شوية ونهدي شوية، وعند ما نيجي بنطلعها وهي متعلي عليها علشان ما تبقاش طرية. يعني بنعلي شوية كده وبعدين نطلع الفراخ عشان تطلع معانا ناشفة وكريسبي. زي ما انتوا شايفين لونها جميل قوي وشكلها يفتح النفس. بصراحة جميلة قوي الطريقة دي، جربوها تعجبكم جدا. بعملها وبتعجب ولادي او بتعجب اي حد بياكل منها. خلصت الكمية بقى وزي ما انتوا شايفين الكفر حلو. بصوا عايزة اقطعه لكم، بس الصراحة مش عايزة ابوظ القطعة. جميلة جدا، والفرخة قطعت كمية كويسة وطلعت بالشكل ده. وكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون نال اعجابكم، وما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.